قراءة الفاتحة. يحرص مسعود أوزيل على قراءة الفاتحة قبل كل مباراة، كما أنه يقرأ عدد من آيات القرآن قبل دخول الملعب. بناء المساجد. تبرع أوزيل ببناء عدد من المساجد في أكثر من دولة، منها 4 مساجد في البرازيل. التبرع لأطفال غزة. أعلن مسعود أوزيل عن تبرعه بمكافأته بعد فوز ألمانيا بكأس العالم وقدرها 300 ألف يورو، إضافة إلى 150 ألف يورو مكافأة نصف النهائي لأطفال غزة. لا يحتفل بعيد الحب. أعلن أوزيل عبر صفحته على موقع تويتر أنه لا يحتفل بعيد الحب لأنه مسلم، وقال في تغريدته الشهيرة: عذرا فالنتاين، عيد الحب أو يوم الحب، أنا مسلم، أنا أؤمن بالله. بارا بوالديه. يعرف عن أوزيل تعلقه الشديد بوالديه، حيث يحرص على برهما باستمرار، حيث انتشرت له صورة وهو يقبل يد والدته، ويحرص على أن يرافقه والده في العديد من المباريات. ورغم كل ما سبق عن أوزيل الملتزم، إلى أنه يعاني من حياة الصخب وتعدد العلاقات النسائية، وتشير تقارير إعلامية أن هذه المشكلة كانت وراء انتقاله من ريال مدريد إلى أرسنال.